بعد يا شباب 8 مشتركين بس ونوصل 700 ألف. يلا 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 يلا. يا شباب 700 ألف مشترك. لا ليش اشتغل اوكي 700 مشترك. حاليا يا شباب احنا المركز العاشر على العراق، وان شاء الله يا شباب نصعد بعد اكثر واكثر، وان شاء الله باذن الله نوصل المليون. وبس يا شباب خليكم ويا المقطع. السلام عليكم، شلونكم شباب؟ شو اخباركم؟ ياكم مصطفى. واخيرا يا شباب وصلنا 700 الف مشترك بالقناة، يعني شكرا لكم. ما اعرف شلون اشكركم الصراحة، لان بشهر واحد وصلنا 100 ألف مشترك. يعني بشهر واحد زدنا 100 ألف مشترك، لأن بأول يوم رمضان كانت القناة 600 ألف مشترك. فقلت لكم هل نقدر قبل العيد أن نوصل 700؟ يعني خلال أقل من شهر زدنا أكثر من 100 ألف، فوصلنا 700 ألف. يعني الصراحة ما أعرف أشكركم، يعني شكرا لكم. يعني الكلمات ما تعبرها الصراحة. يعني تدرون شلون يعني أحبكم أنا وأشكركم. فاليوم يا شباب راح نجاوب على الأسئلة. نزلت منشور بالانستغرام، هذا حسابي مال الانستغرام، اللي يريد يضيفني يعني ضيفوني، تابعني يا أخي. أنزل كل سنة صورة واحدة. فالمهم نزلت منشور، قلت لكم كتبوا الأسئلة تعجبكم وأنا راح أجاوب عليها بحلقة 700 ألف مشترك. طبعا يا شباب أعتذر من اللي ما راح يطلع سؤاله، لأن الصراحة أسئلة كلش هواي وأغلبها متكررة يعني، أو ما لها علاقة بالفيديو يعني. فراح أجاوب على أغلب الأسئلة اللي إجت. أول سؤال من ما أدري الاسم بالضبط. يقول أو تقول كيف فات براسك انه تفتح قناة على اليوتيوب، وكيف فات براسك انه تستمر، وهل واثق انه توصل لهيج مرحلة؟ صراحة ما اعرف يا شباب هي شلون كانت صدفة. قلت خل ابدي، اذا يعني نجحت القناة بالبداية استمر بها، اذا ما نجحت يعني اترك القناة صراحة. واكثر شيء توقعت اوصل 80 ألف مشترك، 100 120، يعني ما توقعت أوصل 700. فيعني خلي هذا حافز إلك، يعني إذا تريد تستمر بشيء استمر، وإن شاء الله توصل للشيء اللي تريده. ثاني سؤال، كم لغة تعرف؟ شوف يا شباب هاي الشغلة ما تعرفوها، أنا أعرف 5 لغات. أول شيء العربي أكيد، وإنجليزي وهولندي وبرتغالي. لا يا شباب صراحة بس اعرف عربي وانجليزي نص ونص. اي كيو يسأل يقول يا اخي ليش ما تسوي فيس كام؟ مو قلقتني. شوف يا شباب هذا السؤال راح تكون اجابته طويلة، فتحملوني شوية، لان 3 اجابات او 3 اسباب له. اول شيء صراحة يا شباب يجوز هاي الشيء قليل يعرفوا بيه، اني اكره الشهرة. يعني الشهرة اتكلم عن الشهرة اللي برا بالشارع، يعني يجوز بعضكم يحس بغرور، البعض يحس بتواضع، بس انا اكره يعني الناس هذا مصطفى، ما احب هاي الشيء ابد. بس صدقوني يا شباب مو غرور هذا، يعني انا احب يعني اروح بطريقي وارجع بطريقي. هذا اول سبب يا شباب. طبعا السبب الثاني انه الفيس كام تعب مضاعف. يعني هسه مثلا انا من اجي اسجل ماينكرافت اجي على طول اسجل، شعري مخربط مثلا، ملابسي ما مرتبة عادي، فهذا يعتبر تعب مضاعف. تعال انا من النوع اللي اتعاجز، تعرفوني. فعلى طول اجي اسجل، شعري مخربط ما مخربط، ملابسي عادي اجي اسجل. هذا هو السبب الثاني. السبب الثالث انه يكون المقطع يتعب اكثر من ناحية المونتاج، وحجمه يصير اضعاف، يعني تعب مضاعف يا شباب. يعني تعال زامن الصوت ويا الصورة وكاميرا وما اعرف شنو. هذا السبب الثالث. انا قلت 3 اسباب، هنا 4. السبب الرابع يا شباب انه انا اشوف يعني القناة يعني الحمد لله مشاهداتها عالية. اقول ليش اني اجي اتفلسف واسوي فيس كام؟ يجوز ما تحبوني بالفيس كام، ليش اجي اتفلسف ويجوز اجيب العيد يعني؟ خليها ماشيه بالفيس كام. السؤال اللي بعده يقول السلام عليكم، شلونك مصطفى؟ اهلا وسهلا. شنو اللي خلاك تحب لعبه ماينكرافت، ومنو قال لك عليها؟ شو خلا احكي لكم القصه. قبل تقريبا اكثر من سنتين، تقريبا صار لها 2.5 سنين، اسمع ناس يتكلمون لعبه ماينكرافت. شنو ماينكرافت؟ كتبت على اليوتيوب كتبت ماينكرافت، فطلعت يعني عدة ناس منزلين ماينكرافت. تابعت بوقتها شخص يوتيوبر سعودي اسمه ايوب، يعني تعلمت كل شيء من يمه، يعني حبيت اسلوبه وهذا، فتعلمت اغلب الاشياء منها بماينكرافت، وهو اللي خلاني اللعبة. فانسان كلش احبه اني، وعلى طول يعني حبيت لعبة ماينكرافت واستمريت بيها. حاليا هساني مدمن عليها صراحة. سيف يسأل يقول ليش سحبت على لعبة كلاش رويال؟ شوف الصراحة من انزل مقطع كلاش رويال يكون الدعم يعني قليل جدا، ربع دعم ماينكرافت. يعني ليش اني اجي انزل شيء الناس ما تحبه؟ يعني مثلا ماينكرافت بيوم واحد توصل
مثلا 300 ألف مشاهدة أو 250 ألف مشاهدة، إذا أنزل كلاش رويال 100 ألف ما توصل. فأنا أقول ليش أنا أجي أنزل شيء الناس ما تحبه، المتابعين ما يريدوه، ليش انزل شيء المتابعين ما يريدوه، وبنفس الوقت انه اتعب على المقطع، يعني شيء تعبان عليه وبعدين يعني ما تحصل التعب مالتك. فلهذا قلت خلاص بلا كلاش رويال، يجوز ارجع لها بالمستقبل بس احتمال ضعيف يا شباب. وهي بنفس الوقت اللعبة بدأت تموت، يعني هاي العاب الجوال كلاش اوف كلانس كلاش رويال لها فترة محددة تصعد بعدين تنزل. يوسف يسأل هل سيرفر اراق كرافت تستخدمون بجيم مود؟ كلنا نريد نعرف. شوف يا شباب راح اجاوبكم اني مو نيابة عن الباقين، نيابة عن نفسي فقط، يعني هاي الاجابة اني، يجوز الباقين عندهم غير اجابة، بس هاي اجابتي بالنسبة الي شخصيا. انا استخدم تيبي، يمكن مرتين ثلاثة استخدم تيبي، انتقل من منطقة لمنطقة، بس مال اخذ موارد من الكرييتيف يمكن ما اخذ مرتين للامانة، احكي لكم اياها ما اكذب عليكم، مرتين. لان مثلا افرض تجي تريد تجمع خشب، تكسر الشجرة ترجع لك من جديد، تكسر الشجرة ترجع لك من جديد. فودي يعني اريد ابني بيت، اريد اصور ابني بيت، فاقول هسه ليش يعني الى متى اظل اكسر بالشجرة وتطلع. فاستخدمت يمكن مرتين او ثلاثة جيم مود، واذا استخدم ايضا راح اقلكم يعني. وبنفس الوقت ما اهتم لهاي المسألة جيم مود ما جيم مود، اللي يهمني انه اسوي مقطع حلو، حتى لا جيم مود، اهم شيء مقطع حلو والناس تكون راضية عليه وتستمتع به. صحيح. صالح يسأل يقول منو اول داعمينك عشان تعمل قناة؟ طبعا يا شباب اكو هواي ناس دعمتني، هواي ناس دعمتني، اولهم هم اهلي اكيد وابويا دعمني، وباقي الناس هم ايضا دعموني، يعني مو دعموني يعني مثلا الا يجيبوا لي شيء او يساعدوني او يجيبوا لي مشتركين، لا، مرات تكون مثلا شخص تعليق، يعني تعليق يفرحك يصعد معنوياتك، هذا اعتبره داعم الي واشكره هواي. يعني مثلا الشخص اللي صمم لي الانترو صورة القناة والغلاف لحد الان ما مغيرهن، شخص اسمه وائل، يجوز هسه عباله اني ناسي، بس اني ما انسى احد يقدم لي مساعدة او يكون صاحب فضل علي، فانا ما انكر هذا الشيء. يعني اذا عدد لكم الناس اللي داعميني يعني بالالاف، فشكرا لكل واحد ساعدني ودعمني. محمد يسأل يقول ليش تحب كيبورد اكثر من بلاي ستيشن؟ لان ببساطة ما عندي بلاي ستيشن. سيفي يقول كانت حاسبتك ضعيفة فجأة صارت قوية، يقصد البي سي. ايضا بكل بساطة اشتريت بي سي جديد. سؤال من كول جيرل تسأل شنو كان اكثر موقف بيخوف صار معك؟ تحياتي لك، مبروك مقدما، اقبال 9999. شو راح احكي لكم موقف يخوف ويضحك بنفس الوقت. يوم من الايام كنا طالعين انا واصدقائي، طالعين بسيارة صديقي، فصديقي سوى حادث، يعني حادث كلش قوي، الله يكفيكم شر الحوادث يا رب. المهم صار الحادث كلش قوي، فالمهم هو نزل يا شباب، اكو احد مات. زين اذا اكو واحد مات شلون يجاوبك؟ شلون واحد ميت يرد عليك يا اخي شلون؟ حسن يسأل يقول سؤالي هو شنو اكثر فيديو تذكرها انت ناشره على قناتك؟ مو شرط تذكرها يعني مستوى رديء. شوف يا شباب، يعني انا اذا فيديو اكون ما راضي عليه، يعني ما راضي انه انزله بالقناة، ما انزله. واكو هواي مقاطع يعني صدق تعبان عليها، بس من اجي اريد انزلها اشوفها يعني مو بالمستوى المطلوب، فخلاص على طول امسحها واسوي واحد جديد. يعني اهم شيء انه المتابعين يكونوا راضين على المقاطع اللي اسويها. مثنى يسأل متى تبي تتزوج؟ يا اخي والله هذا السؤال هواي اجاني، كل التعليقات انت متزوج لو لا، شو وقت تتزوج، خل نفرح بزواجك، ما اعرف شنو. يعني يا شباب هذا الشيء جزء ما تعرفوه، اني متزوج وعندي 2 اطفال. لا امزح يا شباب، طبعا لا ما متزوج اني، بس ما اعرف ليش هاي التعليقات كلها، شو وقت تتزوج، انت متزوج لو لا. يا اخي بعد وقت. واخر سؤال من ايمان تقول عندك سبينر؟ ليش يعني اكو شخص بالعالم ما عنده سبينر؟ اي واحد بالكره الارضيه عنده سبينر. اللي يريد يشوف سبينر مالتي، هذا سبينر مالتي، هذا شوفوه اخضر بس صوته عالي، ما اعرف ليش احبه هذا الاخضر كلش حلو والله. شنو حلو، وقف لحظه ما شايفه بالكاميرا، والله حلو هذا سبينر يا شباب. فبس يا شباب هاي كل الاسئله، شكرا على المشاهده. اذا عجبكم الفيديو لا تنسى تخلي لايك واشترك بالقناه، وراح يطلع لك ستيف بالحلم. الله يعطيكم العافيه على دعمكم المستمر. ما اعرف يجوز ما شكرتكم هواي، بس تعرفون انه انا احبكم هواي، والله اني اعتبركم مو متابعين،
اعتبركم اخوان، وصدق صارت حرة يا شباب، يعني كل شي طافي، لا مكيف ولا مروحة. كملنا يا شباب تقريبا 3/4 الطريق اللي هي 700 ألف، بقالنا بس ربع الطريق، وهدفنا الكبير هو المليون. لازم يا شباب انه نوصل مليون قبل السنة الجديدة، قبل 2018. انا متأكد انه نقدر، بس هي شو، مو متأكد، صعب ترى، صعب بعد 300 ألف ونهاية السنة بعد لها كم شهر. ف 300 ألف عدد كبير، بس أنا عندي ثقة إنه راح نوصل إن شاء الله بإذن الله. فبس وصلنا لنهاية الفيديو، خلينا لايك واشترك بالقناة وبس. مع السلامة.